السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. رمضان كريم يدخل عليكم باللي كتمناو ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم البطبوط وميني بيتزا بعجين واحد، كيجي زوين بزاف ولذيذ، حتى في المذاق يجي اكثر من رائع. بالنسبه للعجينه استعملت زلافه ديال الفرص الحرش، يعني اولا الفرينه. الفرص كيكون حرش شويه بحال الفينو غير هو بيض، وزلافه ديال الفينو. انا وريتكم هذه الزلافه اللي استعملت، وجوج لايف ديال الفرص العادي. تقدروا تستغناو على اما الفرص الحرش ولا الفرص الرطب، كيبقى على حسب الاختيار. كنضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، وتقدروا تنقصوا الخميره الا كان الجو سخون، ولا استعملتوا الخميره العاديه حتى هي تنقصوا شويه الكميه، مديروش معلقه كبيره. الملحه بطبيعه الحال على حسب الاختيار، المذاق يعني باش كتعطينا المذاق، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. كما كتشوفوا انني راني ضفت الملحه في الجنب، والخميره ضفت عليها ديك الملعقه سنيده باش هكا الملحه ما كتهرسناش الخميره ديالنا. كنبقى كنجمع العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافي، ماشي سخون بزاف وانما غير دافي، يعني دافي مايل يعني البارد. صافي بقيت كنجمع العجينه ديالي مزيان حتى حصلت على واحد العجينه اللي كتكون عجينه رطبه، ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه. المهم في الاول كنحاول اننا نقصوا العجينه، ومن بعد كنبداو نديروا رشيشات حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا حصلنا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ماشي جاريه بزاف. كنضيفوا عليها واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. هاد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، يعني الخبيزه الا شديتوها هكا ولا المخمر او كليتوها وهي ناشفه كتعطيكم ديك المذاق ديال زيت الزيتون اللي كيجي زوين بزاف. غير جربوا هاد 2 معالق ديال كبار ديال زيت الزيتون مع هاد العجينه راه كيجيو لذاذ بزاف. وصافي هنايا كنحاول اني ندخل ديك 2 معالق ديال الزيت في العجينه حتى ما كتبقاش كاع العجينه ديالي هكا مزيته، كتولي ديك الزيت منسجمه فيها. وكندير العجينه ديالي فواحد البول وكنخليها تخمر، نغطيها بالسلفون كنخليها تخمر واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع بحال هكاك. وتقدروا تخليوها تخمر غير في القصعه، ماشي ضروري ديروها في بول، غير هكا كتجي مجموعه وكنعرفوها بلي راه طلعت. صافي دابا غنخليها حتى تخمر ونرجع معكم. من بعد ما كتخمر لنا العجينه، انا كناخذ العجينه ديالي كنقسمها على جوج، كما قلت لكم راه غنصايب بها البطبوط وكذلك ميني بيتزا. بالنسبه للعجينه كنقسمها على جوج، النص كنخليه باش غنطلقو ونصايب به دي ميني بيتزا، والنص الاخر غادي نشكلو على شكل كويرات صغيورين ولا على حسب القياس. المهم انا غندير الطريقه ديال البطبوط، غادي نبدا نقرصهم قريصات صغيورين، يعني بحال غنشكل كويرات ديال المسمن، وكنفندهم في الفينو باش انني كنخليهم كيطيبوا. هانتوما هنايا كنوريكم العجينه راها كتجي مبوقه وناجحه 100%. واهم حاجه ديك المذاق ديال زيت الزيتون كيجي باين وزوين، خصوصا الا كانت عندكم الزيت ماشي مجهده بزاف، يعني الزيت زوينه ديال الماكله. هنايا خديت واحد البلاطو او لا صينيه، ومن بعد ما قسمت العجينه ديالي كما قلت لكم كنبدا نشكل كويرات بحال الكويرات ديال المسمن، وغادي نخليهم يرتاحوا وعاد ندوز العجينه الثانيه باش غنشكل بها البيتزا. من بعد ما كنساليو من القطعه الاولى ديال العجينه اللي كنشكلوها على شكل كويرات، كندوزو القطعه الثانيه وكنبداو نطلقوا فيها بالاستعانه ديال الدقيق الفرص الحرش. من الاحسن انكم تستعملوا اما دقيق الحرش او الفينو باش كتجينا حرشه، كتجي احسن من انها كتجي بالفرصه الرطبه، وكيبقى على حسب الاذواق. المهم كنبقى كنطلق فيها حتى كنحصل على واحد العجينه اللي رقيقه بزاف. من بعد كنعاود انني نتشكى هكا بالفرشيطه حتى كنتقبى يعني كلها باش هكا ما كتنفخليش في الفران، حيت
الا خليتوها بحال هكا راه غتنفخ لكم في الفران وغتجيكم بحال البطيبيطات. ومن الاحسن انكم ديروا العمليه ديال انكم تقبوها قبل ما تقطعوها، حيت كتجي اسهل وما كيتغيرش الشكل ديال الكويرات ديالي. صافي من بعد ما كنتقبوها كنبداو نقطعوا بواحد الصاغر. تقدروا كذلك انكم تقطعوا يعني بالقطعه ديال البيتزا هكا مربعات، حتى هما غيجيو زوينين، يعني كيجيو ميني بيتزا مربعين كيجيو زوينين بزاف. كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنسالي العجينه ديالي. ومن بعد ديك البواقي ديال العجين، داكشي اللي بقى من العجين يعني داك ما بين الدويره والدويره، انا خديتهم واحتفظت بهم في الفريكو. يعني النهار اللي غنبغي نصايب واحد البيتزا اللي كتكون كبيره يعني دائره وحده، غادي نجبدها وغنلقاها واجده وراه كتجي اكثر من رائعه. يعني تقدروا تستعملوا هاد العجينه تاجنو وتخليوه تحتفظوا به في الفريكو، كل ما كتحتاجوه كتلقاوه جاهز وكيجي زوين بزاف، احسن من اللي كتصايبوه في نفس الوقت. صافي كنبقى مستمره بحال هكا وحتى كنسالي كاع الدوائر، يعني العجينه اللي عندي كنقطع كل دوائر، وكنكون موجده اللاطه ديالي اللي كنديرها بابي كويسون، وكندخلها طيب على فران اللي كيكون ديجا سخون. كنخليها يعني غير هكا الذهب وتنشف العجينه ديالي. صافي كنخرجها وكنحتفظ بها في السلوفان، يعني كنغلفها بالسلوفان كنحتفظ بها في الفريكو. من بعد كنرجع للبطبوط ديالي اللي كيكون ديجا ارتاح، كنبدا نطلقو، يعني كنبدا نطلقو هكا شويه بيدي وكنعاود نبدل، لكن كنطلقو باش كيولي رقيق شويه. واهم حاجه في البطبوط هي الطريقه ديال الطياب، يعني الطريقه ديال الطياب ما خصناش نغفلو عليه، اون فوا نديروها خاصنا نبقاو نقلبو فيها حتى كتنفخ. انا جربت شي وحدين يعني اللي خليتهم واحد شويه هكا بقاو لي فوق البوطه وعاد قلبتهم، راه كاع ما كيتنفخوا. اما الوحدين اللي كنبقى كنقلب فيهم يعني كل مره كتبقى تقلبي فيهم راه كينجحوا 100% وكيجيو مفشين ومنفوخين، يعني كيتنفخوا مزيان. ودوما البيتزا ديالنا بعد ما كيوجدوا كنحتفظ بهم كما قلت لكم في البابي كوي سولوفان ونديرهم في الفريغو. الوقت اللي كنحتاجهم كنلقاهم واجدين، يعني كنجبد كنصايب غير لاصوص وكنعمرو باي عماره كتفضلوا. وكذلك البطبوط حتى هو راه كيجي مفشفش وناجح 100%. والمذاق اللي قلت لكم المذاق كيجي زوين بزاف، حتى هو كنحتفظ به الفريغو، والوقت اللي كنحتاجو راه كنجبدو كيجي واجد. لا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوها. بسلامه.